قبل ما نبدا في ملحوظات مهمه قوي، وانا عايز حضراتكم قبل ما نبدا نبحر في تصفح المسوده او اهم المواد ان انا اركز قوي على اللي احنا هنطرحه دي، لان دي ملحوظات اللي هتساعدني في تفهم المواد الدستوريه. اول نقطه، هناك بعض المواد الدستوريه مختلف عليها ولكنها تاتي في باب الاختلاف السياسي المقبول. معنى ايه كده؟ معنى كده ان انت لازم تفهم ان انا احمد ميلاد مش جايبك النهارده عشان اقول لك خلي بالك ده في 40 ماده سيئين، وخلي بالك النقطه دي والفصله دي والموضوع الفلاني والموضوع العلاني، لا انا مش جايبك عشان كده. لان انا عارف ان في كتير جدا من المواد الموجوده مواد انا مختلف معاها سياسيا كحد ليبرالي، ولكنها استطيع ان انا اروح اصوت لك، ما عنديش مشكله. يعتقد ان التوافق فيما يتعلق الدساتير ده شيء مش ملزم، او ان هو شيء يعني رفاهيه، لا. الدساتير لا تصنع الا بتوافق، ايا كان شكل التوافق ده بقى، ايا كانت الاليه اللي انت بتحقق بيها التوافق. ومش مقصود بالتوافق ان حد زعل فيروح يمشي فيقفل عليا، لا، مقصود بالتوافق ان انا فعلا ادخل الحوار، ان انا استمع للناس، استمع لكل التيارات السياسيه، استمع لكل الاحزاب، استمع لكل التيارات، النقابات، اعمل حاله. عارفين في جنوب افريقيا عملوا ايه؟ جنوب افريقيا سنه 96 طالعين من تجربه الابرتايد اللي هي الفصل العنصري، فعايزين يحطوا دستور بقى يليق. طبعا الدستور القديم ما كانش يصلح اطلاقا انه بيأصل نظام الفصل العنصري، فعايزين يحطوا دستور جديد. فقال لك احنا ما ينفعش نحط دستور جديد لان احنا اساسا ما عندناش خلفيات كتير قوي، محتاجين الاول نسمع كل الناس. فعملوا حمله ضخمه جدا قعدت حوالي 3 شهور علشان يجمعوا من الناس في الشوارع وفي الحارات وفي الازقه وفي الاكواخ ايه وجهه نظرهم في الدستور. عملوا بوسترز، عملوا مواقع، عملوا خط تليفوني اقدر اتصل بيه مجاني اقول لهم والله يا جماعه انا كمواطن جنوب افريقي نفسي الدستور ده يحافظ على الموضوع الفلاني او يخلي باله من الموضوع العلاني. وبعد كده خدوا كل ده وبدات اللجنه المنتخبه تحط دستور جنوب افريقيا. هي دي حاله الحوار، هي دي حاله التوافق، ان انا اشرك كافه اطياف المجتمع، اللي بيفهم واللي ما بيفهمش، الامي والمتعلم، صاحب المصلحه في ان الدستور يجي شكله احمر وصاحب المصلحه في ان الدستور يجي شكله ابيض. هي دي فكره ان الدول تضع الدساتير. فللاسف الشديد الدستور الحالي لم يحقق الحد الادنى من ده. انا عارف ان المعارضه مشاكسه وان في معارضه غير وطنيه، وعارف ان في بعض التيارات الاسلاميه لها مصالح ان ما يحصلش حاله توافق وحاله حوار، انا عارف ده، لكن في النهايه يا جماعه الدساتير ما بتحطش الوان. الطرفين اخطاوا، وانا اقولها بشهاده لله، الطرفين اخطاوا. لان في النهايه احنا محتاجين نقعد مع بعض ونسمع بعض ونبني بلدنا مع بعض ايا كان. اما اذا كانت هناك مواد خلافيه يبقى مين اللي يحسمها؟ السنين. ده الفيصل الوحيد، هي دي الديمقراطيه، هو ده الصح. بغض النظر شعبنا ربما في مشاكل، عندنا نسبه اميه عاليه، عندنا لكن ده عليا وعليك. اشمعنى بتقول ان الاميه الاخوان بيستغلوها؟ طب انت ما بتستغلهاش؟ الاخوان بيوزعوا زيت وسكر وده حقيقي طبعا، لكن احنا ما بنوزعش بطاطين. كله بيرتكب نفس الاثام اللي بيلقيها على الطرف الاخر، ما حدش عايز يواجه نفسه بالحقيقه، ان احنا في مصر ما عندناش ديمقراطيه حقيقيه، ما عندناش مؤسسات، ما عندناش كيانات حزبيه قويه تستطيع انها تنزل المواطن المصري وتفهمه. النقطه الثانيه يعني ايه 15 يوم؟ يعني ايه تحط لي مشروع وتروح حاطط لي 15 يوم؟ ده انا عشان انزل بس لو عايز هنزل كل مركز يوم، عندنا كام مركز يا باشمهندس؟ 16 عايز 16 يوم، ده لو هنزل كل مركز يوم، فبالك بقى لو عايز اعمل فعاليتين هنا وفعاليتين بكره هنا و فانت مستعجل ليه؟ ما تدي الموضوع وقته، مش هنقول لك لا تبقى فتره طويله ولا تبقى فتره قصيره، ما نقول شهر مثلا حد الادنى. والتلفزيونات تشتغل والاحزاب تشتغل. المفروض حضرتك كان في 15 يوم قبل طرحه اصلا على حسب الماده 61 تقريبا او 60 من اعلان الدستور، كان في 15 يوم حوار مجتمعي، بعد كده هيطرح 15 يوم. وللاسف الشديد حصلت تجاوزات كتير في موضوع المواعيد، مش دي بس. لان هو مقصود ان يبقى في حاله سلق، يعني هو ربما ما فيش سلق قوي في الاعداد للامانه، يعني فعلا كان في وقت وكان في مجهود نوعا ما، مش هو الشكل اللي احنا عايزينه، بس الواحد لازم يقر بده، لكن في بالتاكيد سلق في الطرح. الاحزاب تشتغل وتتكلم وتلفزيونات والناس تبدا تفهم. انا بشتري سمك الاقي واحده ست عجوزه واقفه بتتكلم مع الراجل السماك، هي ضد التصويت وهو مع التصويت. فمبسوط. هي دي فكره ايه؟ الحوار المجتمعي، كل الاطياف تتكلم مع بعضها البعض. للاسف الشديد ده احنا بنفتقده. هو الحوار المجتمعي مسؤول مين؟ منظمات المجتمع ولا الناس مع بعض؟ كل الاطياف، كله، سواء منظمات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وحركات او الناس مع بعضها البعض. يعني انا هدي حضرتك مثال، انا هقول لك دلوقتي على بعض المواد هتكون مفاجاه لكثير من حضراتكم. يا جماعه بعد استحضاركم بس.
بتتكلم على ان الازهر الشريف هيئه اسلاميه مستقله. طبعا النص ده جديد ما كانش موجود قبل كده في اي دستور. يختص دون غير بالكلام على كافه شؤونه وفرق نشر الدعوه الاسلاميه وعلوم الدين واللغه العربيه. رائع، ما عنديش مشكله في مصر والعالم. تعالى بقى في اللي جاي. يؤخذ راي هيئه كبار العلماء الازهر الشريف في الشؤون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه. شيخ الازهر غير مستقل وغير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقه اختياره. عندنا 3 افخاخ. تعال ناخد من الاقل في الاكثر. اول حاجه يحدد القانون طريقه اختياره. يبقى طريقه اختيار شيخ الازهر لم تحدد هنا. عارفين ليه؟ لان احنا كنا بنطالب بايه؟ بانتخاب شيخ الازهر. فاكرين؟ ان يتم انتخاب شيخ الازهر من بين هيئه كبار العلماء. طبعا بالنص ده ممكن ما يجيش اختيار بالانتخاب، ممكن يجي باي طريقه ثانيه لانه مش هيحدد في الدستور خلاص. ده اول فخ. تمام؟ الفخ الثاني غير قابل للعزل. واحنا عانينا قوي الموضوع ده والاخوان نفسهم عانوا مع النائب العام. كلمه غير قابل للعزل دي ودتنا في داهيه. لا، لازم حد اطر. افرض الشخص ده اساء، اتعامل معاه ازاي؟ اساء، اعمل ايه؟ او جاله خرف، حاله خرف، راجل كبير في السن. مصطفى، هو في مشكله هنا اللي هو احنا لو خليناه قبل العزل وفرضنا اللي هو جيب الانتخاب، هيبقى كده في ضغط من الازهر على جهه اعلى منها. يعني مين اللي من حقه يعزله او ما يعزلوش؟ هل هو اللي هيختاره؟ نفس المكان اللي يختار واللي يعزل هو نفس المكان. يعني هيئه كبار العلماء وهي هيئه محترمه وفيها اساطين الفقه والاسلامي في مصر، هي اللي بتختار وهي اللي تعزل. ما عنديش مشكله، ما حدش قال ان احنا عايزين حد من بره، لكن ده حقق لك ايه؟ حقق لك كل القيم اللي احنا بقى يجب ان نطلي بيها كل حياتنا القانونيه والدستوريه، الحريه والديمقراطيه، كل الحاجات دي يجب انها تتوافر في كل شيء. طب ايه الفخ بقى الاساسي؟ خلي بالكم بقى، دي الماده اللي انا بقول عليها المواد المترابطه. هو مع انه يعني تريك كده خطير جدا. يقسم لك القصه على 3-4 مواد. لما تقرا الماده دي لوحدها ما تحسش باللغم. لما تقراها وجنبها على طول الماده 219 تبدا تحس ان في مشكله شويه. وتقرا معاها المواد المتعلقه باخلاقيات الاسره والمجتمع تبدا توقن ان في مشكله. هو لو كان حطها لك في ماده واحده مش هتحس. لكن هنا عمل ايه؟ قال لك ان انا هرجع في كل ما يتعلق بالشريعه الاسلاميه الغراء للازهر الشريف. دي اول مره في تاريخ مصر يبقى في مرجعيه لجهه غير الجهات المنتخبه وغير الجهات القضائيه. ابويه جديده. تمام؟ يبقى انا دلوقتي ارجع للازهر عشان اساله والله انا عايز اعمل الموضوع الفلاني، الشريعه الاسلاميه توافق عليه ولا لا؟ طيب الازهر المره دي متسامح، بكره متشدد، بعده متسامح، بعده حنبلي، بعده صوفي، بعده مالكي. انا ليه اخضع مسائل في غايه الخطوره كويس الى مرجعيه متغيره ومتبدله؟ الشريعه الفقهيه ومصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه. الماده دي على فكره المواد المستحدثه. هذا لسه ما سالتش. المواد المستحدثه. الماده دي ظهرت في الاواخر خالص، مش في اخر جلسه، بس ظهرت في الاخر خالص. ليه؟ السلفي كان مقدم تفسير للماده 2 والماده 4 اشد خطوره من الان. فلما كل التيارات بما فيهم كتير من الاخوان قال لك لا ما ينفعش، فراح حاطط الماده دي. الماده دي فضلت مركونه لغايه ما حصلت المشاكل، فاضطر مين يعديها؟ الاخوان عدوها. تعال بقى نشوف الماده دي خطورتها في ايه. خلي بالك الماده دي بيقولوا عليها الماده الشارحه للماده اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ماده 2. ايه المقصود بالشريعه الاسلاميه؟ مين اللي شايف هنا ان في خطر او فخ؟ طيب نبدا بالاستاذ. اولا كلمه مبادئ الشريعه الاسلاميه تشمل حياتها كلها، هتاخد بقى الادله الظنيه والادله الفقهيه وادله المذاهب والشيعه وادله السنه وادله الجعفريه. هتاخد كل واحد ده على حسب هواه، يعني حسب ما هو ميوله هو، مش هتاخد الاحكام اللي هي الاساسيه اللي جايه في القران. نص الكلام دقيق والنص الثاني مش دقيق. مين تاني عايز يا جماعه؟ هزود عليها بس اللي هي يعني النص الاولاني تمام، يعني النص الاولاني زي الفل. النص الثاني ان هو حدد مذاهب اهل السنه والجماعه. احنا دلوقتي عندنا 4 مذاهب، في ال4 مذاهب فيهم اختلافات جذريه. الماده دي شكرا جزيلا. الماده دي من اخطر المواد، عارفين ليه؟ لانها بتنسب فكره سماحه الاسلام. تعال ناخدوها كده مع بعض ونشوف.
مبادئ الشريعه الاسلاميه اللي مذكوره في الماده 2 عايز يفسرها بقى ليه؟ ما انت يا جماعه اوعى تعتقد ان في حد بيطرح حاجه عبطا او هباء. كل حاجه بتطرح لها قصد ووراها مشروع، وانت دورك تحاول تحفر وتفهم الليبرال كان عايز الماده دي ليه والاسلامي ما كانش عايزها ليه والعكس. هم ليه عملوها؟ اولا هو عمل حاجه اسمها التعريف الحصري. قال لك ما هو برضه كده قعد اخواننا السلف رشوا دماغهم، قال لك ما احنا وصلنا كلمه مبادئ الشريعه الاسلاميه واسعه كده وكبيره، الليبراليين هيدخلوا يقولوا لنا لا حطوا فلان وحطوا علان، فاحنا هنداها على ايه؟ على الاخوه الكفره دول. فراح محددها في ايه؟ ادلتها الكليه، وزي ما قالت استاذتنا ادلتها الكليه والقاعده الاصوليه دي مساله فيها خلاف ضخم. ده انا بقول لواحد قال لي لا بس في حاجات كتير متفق عليها، قلت له طب ما الامام الائمه نفسهم في الجلد مش متفقين طريقه الجلد، او الجلد اهو حد طريقته ازاي مش متفقين. تضرب الجلده وبعديها بقد ايه؟ طب لو اتعور هتكمل جلد ولا لا؟ كل ده الفقهاء مختلفين فيه. طب حضرتك انت جبت حكم من الاحكام، يعني احكام الشريعه. لا ده في حاجه في الشريعه نفسها ان الامام احمد بن حنبل يعني الزم المصلي ان هو يقرا البسمله في الصلاه في الفاتحه، تمام؟ بعد تكبيره الاحرام. الامام الشافعي ما الزمش، خلاها جوازيه. يعني اذا فتحناها ولا ضيقناها خالص. انا عايز كلمه الشريعه الاسلاميه دي ما تبقاش وفقا لاراء، تبقى وفقا رايي انا. احددها بمرجعيه انا عايزها. المبرر اللي هم طرحوه من الماده ديت حكم المحكمه الدستوريه لما وضع فتره معينه قطعه الدلاله وقال كده انت استبعدت السنه. واحد من السلفيين ده حقيقي. تعال نكمل القاعده الاصوليه الفقهيه ومصادرها المعتبره. يعني حتى كمان مش المصادر كلها، ده انت لازم المصادر دي يكون متفق عليها واحنا كلنا موافقين عليها ومعتبره عندنا. يبقى انت اذا كمان ما بتتكلمش عن المصادر كلها. المصيبه الاخرانيه في مذاهب اهل السنه والجماعه يعني الشيعة يستبعد او غيره يستبعد. نعم انا بس عاوز اسال اكتر اول واحد، هل الازهر وافق على الماده زي دي؟ وازاي لو وافق ازاي؟ هو كان معترض بس وافق في النهايه. تاني حاجه، اهل السنه والجماعه هيخرج منهم طوائف متعدده غير الشيعة، حتى طوائف سنيه زي الاشاعره والمعتزله. تعالى نشوف يا جماعه، نرجع بقى استاذن حضرتك. كلمه في مذاهب اهل السنه والجماعه دي عظمه الاسلام ان هو دين خاتم، وطالما هو دين خاتم يبقى لازم يتميز بايه؟ بالمرونه والتجديد والتغيير. لانه القواعد اللي حطها الامام الشافعي في مكه وهو بيدرس وبيتعلم، لما راح قعد في بغداد كويس اكتشف ان القواعد دي عايزه تتغير وفقا للبيئه وفقا للمكان، راح مغيرها. ولما راح مصر راح مغيرها خالص بقى، خالص نهائي، حط فقه جديد تماما في مصر. ليه؟ لان الفقه كده، الفقه الاسلامي يجب ان يتغير ويتجدد على حسب ايه؟ على حسب، وده اللي هيعمل عظمه الاسلام. بينما الاديان الاخرى، بعض الاديان الاخرى توقفت وتجمدت، فتبص تلاقي بقى في انفصال تام. لما توقف باب الاجتهاد في الاسلام حصلت المشكله دي. مثلا انا واحمد ميلاد، ففي مشكله قانون، عايز اعرف قانون معين، فقالوا لي القانون ده بيصطدم مع الشريعه الاسلاميه. في الشارع فجاء ضابط الشرطه قبض عليك، تمام؟ قبض عليك يبقى لازم يعمل لك محضر ويوديك النيابه، سواء كانت نيابه صباحيه او نيابه مسائيه، صح كده؟ فهم عشان اذكياء قوي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لهم، قال لك لا طب انا كده ضابط الشرطه بيعمل كل اللي هو عايزه في الراجل، فانا لازم احدد مده. فراحوا حاطين 12 ساعه. عارفين هم عملوا ايه؟ شرعنهم لاول مره في دستور مصر ان حد يقبض عليك ويخليك عنده 12 ساعه لغايه ما يعمل لك المحضر. عارفين ليه؟ هم السبب في اللي حصل ده. هم بدل ما يواجهوا نفسهم بالحقيقه وان الشرطه فاسده وان الشرطه تحتاج الى اعاده هيكله، اقول لك لا تعال نحط ضمانات. مهما حطيت من ضمانات مع شرطه فاسده اغششك. شوف اهو النص لسه ما حكمتش اهو، اقول لك انا كظابط شرطه هعمل ايه؟ اولا ضابط الشرطه هو طبعا قال لك الا في حالات التلبس، حاله التلبس دي الحاله الوحيده اللي بتجيز ان انا اقبض عليك على طول، بينما الحالات الثانيه اللي ما فيهاش تلبس لازم اخد اذن ايه؟ من نيابه. حاله التلبس يعني ايه؟ يعني اشوفك عمال بتلف سيجاره حشيش ماشي تمام؟ او ماسك الاسلام ماسك الخنجر وبيطعن عليا، ما اعرفش ازاي، ما ينفعش خالص. بس دي حاله تلبس، انه شافك في حاله جريمه. هل ضباط الشرطه بيعملوا كده؟ ضباط الشرطه بيمشوا في الشارع، اقف طلع اللي في جيبك، ده مش حاله تلبس.
وعشان كده عمرك ما لقيت ضابط شرطه بيروح يكتب في المحضر بتاعه ان انا وانا ماشي لقيت واحد فوقفته وقلت له يلا طلع اللي في جيبك، فالولد طلع لي فلقيت حشيش فقبضت عليه. عمره مستحيل لو عمل كده القضيه دي هتاخد براءه. ايه ده؟ مش هتدخل نيابه اساسا. تمام؟ فهم بيعملوا ايه؟ هم بيتجاوزوا الامور، بيقولوا ان انا وانا ماشي لقيت فلان فبنادي عليه عشان اشوف بطاقته فراح رامي حاجه من جيبه، وانا بتابع الحاجه اللي بتقع كده لقيتها سلوفان فالتقطتها بصيت فيها الاسطمبه المشهور فلقيت مخدر الحشيش، جوهر الحشيش. ده اللي بيقولوه. فانت كده قلت له لا انا هريحك يا عم، وانت ليه تقول لي الفيلم ده؟ انت اقبض على اللي يعجبك وخلي عندك 12 ساعه رسمي. لو انا وكيل نيابه جيت عملت تفتيش مفاجئ هتقول لي لا ده احنا قاضيين عليه من 5 ساعات والله وهنبعته لحضرتك بكره الصبح. حد يقدر يقول لا؟ شرعنت لاول مره انك انت تقعد تحت ايد السلطات العامه بموجب هذا النص. انت عارف